السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النهاردة في فيديو جديد وفي مكان جديد. النهاردة معانا إزالة، بدء إزالة عقارات مساكن كفر هرمس المتعارضة مع مشروع توسعات الدائري وامتداد محور عمرو بن العاص. طبعا المنطقة ديت عارفين المناطق المهمة جدا اللي هيتم المرور فيها توسعات المحور الجديد. بدأت بالفعل الإزالة النهاردة، وتم رفع الحفارات على العقارات بعد الانتهاء من إخلاءها بالكامل، وتم البدء في أعمال الإزالة. هسيب لكم برضو دلوقتي كده صورة على الشاشة لخريطة المحور وخريطة الأعمال، بتبين مناطق اللي هيتم فيها توسعات المحور وتوسعات الدائري شغالة حاليا. طبعا ده من ضمن المشروعات اللي بتتنفذ في محافظة الجيزة، وبالأخص في منطقة حي الهرم ومنطقة الدائري اللي هناك، لتثبيت الكثافات المرورية وإحداث توسعات مرورية كبيرة في المناطق دي، المناطق المؤدية لمتحف مصر الكبير، واللي بتربط مع مناطق المريوطية والمنصورية ومحور عمرو بن العاص الجديد. زي ما احنا شايفين كده الحفار تم رفعه أعلى العقار، ومقرر إن هو يتم إزالة العقارات دي خلال مدة أقصاها حوالي شهر، بحيث يتمش التأثير على المشروع ونسب التنفيذ فيه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.